في فيديو النهارده هعرفك ازاي تصور بي رول احترافيه وتكون رايقه جدا. فمن غير ما نضيع كتير يلا بينا نبدا. والبي رول دي لاي منتج، مش شرط الموبايلات بس، يعني اي حاجه. وقبل ما نبدا في اي حاجه اتاكد ان انت عامل لايك للفيديو ده، عامل سبسكرايب في القناه ومفعل الجرس، لان الجزء الثاني اللي هينزل عن الاي رول هيفيدك جدا. ويلا بينا مع بعض نتعلم ازاي نصور بي رول احترافيه للفيديوهات بتاعتنا. صباح الفل كده. ممكن الاقي ناس تقول لي ايه هو البرول اصلا، فتعال اقول لك ايه البرول ده. البرول ده مشهد ثانوي من مشهد الفيديو الرئيسي. يعني انا حاليا بصور الاي رول، ده اي رول اللي انا بصوره، تصوير نفسي. والتصوير الثاني البي رول، تصوير المنتج اللي بتكلم عنه. فالبي رول ده مشهد ثانوي من الفيديو الرئيسي. اول حاجه كده، لو بتصور موبايل ما اشوفكش جايب الموبايل ده وبتصوره على ترابيزه البيت عندك. دي غلطه انا كنت بعملها زمان في الفيديوهات، واتمنى ان انت ما تعملهاش. ان انت تجيب الموبايل وتصور على الترابيزه بتاعه البيت اللي هي بتكون مش عليها اي حاجه، فانت لازم تضيف خلفيات على الترابيزه اللي انت بتصور عليها، فعشان تدي مشهد جمالي للبي رول. فلو مش عندك الامكانيه ان انت تجيب الخلفيات دي، هقول لك ولا يهمك، تيشيرت قماش يا صاحبي، تيشيرت قماش وحطه تحت الموبايل اللي هتصوره، وصباح الفل عيش يعني. وحاول تزين الخلفيه على قد ما تقدر. الخلفيه اللي بتصور عليها البرول مثلا ما تخليش الخلفيه هي فاضيه كده من غير اي حاجه، حاول تزينها باي حاجه، يعني زرعه، اي حاجه، على اساس ان الخلفيه ما تكونش فاضيه تمام. يعني حاول تحط اي حاجه تسلي عين المشاهد، مش اي حاجه وخلاص يعني. واوعى اشوفك تصور برول كده ماسك الموبايل كده تمام وتعمل كده انت وبتصور برول. بشوف ناس بتعمل الحركه دي، يعني المشهد بيطلع عبيط جدا. صباح الفل، دي بيقول انت عايز حركه سينمائيه بسيطه كده، حركه بايدك كده، فاهم؟ فما تحاولش تعمل كده. والخطأ التاني اللي اوعى تقع فيه برضو، ان انت تعمل زوم ديجيتال انت بتصور. ليه تعمل زوم ديجيتال وانت بتصور بيرول؟ انت ممكن تقرب كده بالكاميرا بدل ما تعمل زوم ديجيتال، وهتطلع احلى واروق بكتير. وصور عادي باي موبايل من اللي معاك، مش لازم يكون موبايل خرافي. مثلا ده الموبايل بتاعي الاي 51 اللي كنت بادئ بيه القناه اصلا، وكنت بصور بيه كل حاجه قبل ما اجيب ال 13 برو ماكس. فصباح الفل يعني عيش. وحاول على قد ما تقدر المشهد بتاعك يكون ثابت في البيرول، ما تتهزش. هتقول لي يا زياد انا ايدي بتتهز اكيد، يعني ما بني ادم. هقول لك بسيط، انت هتجيب ده ترايبود ب 150 جنيه من على امازون، هحط لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. فهتجيبه كده تحط فيه الموبايل كده، وبعد ما تحط فيه الموبايل كده حلت لك مشكله ان انت ايدك بتتهز، اتحلت خلاص. انت ممكن تمسك الموبايل كده وتاخد البرول بتاعتك. بص، اي حاجه في التصوير ليها حل، اي حاجه في التصوير ليها حل، ما تحبكهاش. يعني اي حاجه هتقابلك هتلاقي لها حل. وممكن برضو تجيب جيمبل، لو انت مش عايز ترايبود مثلا تجيب الجيمبل، بس هيكون اغلى شويه، اللي هو بيتحرك معاك كده بيديك مشاهد سينمائيه رهيبه. وبص يا صاحبي، في حاجه عجباني في البتاع ده، ان انت ممكن بص تلويه كده صباح الفل. ممكن تعمل بقى في كله كده، ومش عارف انت هتستفيد بيه ايه اصلا في الحكايه دي، بس يعني لما بتحب تصور شوت بره البيت مثلا او كده فهيساعدك يعني. بص كده كفايه كلام، تعالى اوريك عملي يعني. فهيكون ضيف البرول اللي معانا كرتونه الجوي روم التي 03 اس برو، واللي انت لو ما شفتش الفيديو بتاعها هسيبه لك في اللايف اللي فوق او في اول كومنت، فلازم تروح تشوف الفيديو بتاع السماعه دي لانه فيديو رهيب. فكفايه كلام. نصيحة نسيت ما اقولها لك في اول الفيديو، حاول وانت بتاخد البرول تاخد 5000 برولاية، علشان هتطلع فيهم 900 برول مش مظبوطة. فحاول تاخد برولات كتير للمنتج عشان ما تندمش لما تيجي تعمل مونتاج بعدين تلاقي البرولات بايظة. فافرض مثلا جبت موبايل من واحد صاحبك ورجعت الموبايل بعد ما خدت البرولات وطلعت البرولات كلها بايظة، الفيديو باظ. فحاول تاخد برولات كتير. فما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، وتعمل سبسكرايب في القناه لو انت ما كنتش عامل سبسكرايب، وتفعل الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده اول باول. وبس كده، سلام.